You think you see through me, do you? Well, you don't. But I see through you! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اوبسكيور وحلقة جديدة من برنامجكم اكسو موفيز. النهاردة هنتكلم عن آخر أفلام عالم مارفل السينمائي، وواحد من أكتر الأفلام المميزة في العالم ده حتى الآن، اللي شرحناه قبل كده في فيديو موجود اهو فوق، ممكن تتفرجوا عليه، بس يا ريت يكون بعد ما تشوف الفيديو. الفيلم باختصار بيحكي عن جراح أعصاب، أفشخ جراح أعصاب، بيعمل حادثة وبيحصل له ضرر شديد ودائم في ايده الاتنين، وبالتالي مستقبله كله بينتهي، بس غروره بيخليه الحمد لله ما ييأس. تخيلوا كده لو كان يئس، ما كانش بقى فيه فيلم من اساسه بقى. يا ما علينا. المهم الدكتور ده بيسمع عن واحد اتشل شلل رباعي ورجع يمشي تاني ولا كأن كان فيه حاجة. بيروح يسأله يقول له عملت ايه، وبعدها بيقول له يروح على مكان اسمه كامرتاج في النيبال، وده مكان حقيقي على فكرة، اللي هو ممكن تروحه يعني لو نفسك في يوم من الايام تروح النيبال يعني، مع اني اشك طبعا. المهم دكتور ستيفن سترينج بيبدأ رحلة العلاج لوحده، وبيروح المكان ده يكتشف ان العلاج مش بس جسدي بل روحي كمان، وبيكتشف عالم جديد وبيحارب الاشرار بقى، والقصة بتكتمل للاخر. الفيلم من بطولة بنديكت كامبرباتش في دور دكتور ستيفن سترينج، ريتشل ماك ادمز في دور دكتور بالمر، شيوتيل ايجيوفور في دور موردو، وتيلدا سوينتون في دور ذا انجنت وان، وناس كتير يعني طبعا لازم يذكر اسمائهم، لكن مش فاضيين، مش هنفضل طول الليل نقول في اسماء. طبعا اهم اضافه والمهم واللي هنرغي فيه النهارده هو بنديكت كامبرباتش. مش عايزين نتكلم عن اعماله طبعا وابداعاته الكتير، لكن اضافته لعالم مارفل هتمثل انجاز عملاق للسلسله، لان عنده كاريزما مش موجوده عند اي حد تاني. بنديكت كامبرباتش شخصيه مميزه، بيضيف كتير لاي عمل بيشارك فيه، وده كان ظاهر جدا في ابسط الجمل الكوميديه اللي تخليك تضحك من قلبك. ومن المفارقات بقى ان بنديكت اول ما اتعرض عليه الفيلم ما كانش هيشارك، مع انه كان اول اختيار، وده لانه كان عنده التزام مسرحي لتأدية مسرحية شكسبير هاملت، لكن بعد تأخير صدور الفيلم لاخر السنة زي ما صدر يعني قدر يصور من حسن حظنا طبعا. اما بقى عن ريتشل ماك ادمز فدورها الصراحة كان صغير قوي بالنسبة لحجمها كممثلة، ما كانش كبير، فهنسيبكم تشوفوه بنفسكم. طبعا مش بنقلل من أهمية أي ممثل، كل الممثلين عندهم كارير كبير، لو قعدنا نتكلم عنهم وعن أعمالهم مش هنخلص في الحلقات. دكتور سترينج ده أول فيلم منفرد ليه، لكن تمت الإشارة له في أفلام مارفل القديمة اللي تبع الام سي يو برضه، تحديدا كابتن أمريكا الجزء الثاني. A TV anchor in Cairo, the Undersecretary of Defense, a high school valedictorian in Iowa City, Bruce Banner, Stephen Strange, anyone who's a threat to Hydra. طبعا الفيلم ده تبع الام سي يو، بيفتح مجال جديد تماما في العالم ده، اللي هو السحر والشعوذه والشغل العفريت ده كله، يعني حاجه جديده في عالم مارفل لكن مشوقه. ارتباطه بباقي الافلام ضعيف حتى الان، يعني الفيلم زي ما قلنا تم الاشاره ليه في فيلم كابتن امريكا 2 لدكتور ستيفن سترينج تحديدا، اما الفيلم نفسه بتاع دكتور سترينج ما كانش فيه اي اشاره لاي ارتباط الا في اخر الفيلم، لما هنكتشف ان في انفينيتي ستون جديده ظهرت اللي هي بتاعت الوقت. انت من ساعه ما هتشوفها هتبقى قاعد في نفسك كده تقول دي انفينيتي ستون، لكن بتكدب نفسك وفي الاخر هتطلع فعلا انفينيتي ستون. اما بالنسبه للبوست كريدت سين المره دي كان في اتنين، اول واحد بيمهد لحدث واضح انه مهم ومهم جدا كمان في عالم مارفل، وهو ان دكتور سترينج قاعد مع ثور بيتكلموا عن ان ثور جاي مع لوكي في مهمه للارض. المشهد التاني بيمهد للجزء الجديد من فيلم دكتور سترينج، بيعرفنا مين هيبقى الشرير في الجزء اللي جاي من الفيلم. يعني من الاخر ما تقومش من مكانك وتسيب الفيلم وتمشي الا لما تشوف المشهدين وتلاقي الدنيا ضلمت كده وجايين يقوموك بالعافيه. طبعا دكتور سترينج كشخصيه كوميكس من اعظم شخصيات الكوميكس اللي اتعملت، وكانت رسومات المجلات زمان في منتهى الروعه حتى بالرغم من قدم التكنولوجيا المستخدمه في الرسم، لكن الكاتب بتاع السلسله كان مبدع، وده اللي خلى مخرج الفيلم سكوت ديريكسون نفسه يعمل الفيلم ده من زمان، لان بالتكنولوجيا الموجوده النهارده قدروا يقدموا احسن جرافيكس في الفيلم لغايه دلوقتي. فعلا مشاهد التلاعب بالفضاء والزمان كانت تحفه فنيه، وهو نفس المخرج اللي اخرج Deliver Us From Evil, Sinister, The Exorcism of Emily Rose، اللي هم يعتبروا من احسن افلام الرعب في التاريخ.
طبعا المقارنات بين ستيفن سترينج وتوني ستارك لغايه دلوقتي حاجه تحفه، لان في ناس كتير كانوا شايفين ان شخصياتهم قريبه من بعض، نفس الغرور، نفس الكبر والثقه الزايده بالنفس اللي هو انا فشيخ يعني، لكن تظل كل شخصيه فيهم مختلفه عن التانيه في جوانب كتير. فيلم ممكن يكون فيلم سوبر هيرو كتصنيف، وحتى تسلسل الاحداث هي شخص عادي زائد حادثه يساوي سوبر هيرو بينقذ العالم، لكن في النهايه الفيلم هيعجب الكل، حتى الناس اللي مش معجبه بافلام مارفل والسوبر هيروز عموما، لانه اعمق من اي فيلم سوبر هيرو عادي. الفيلم ده هو الفيلم الوحيد من سلسله افلام مارفل لغايه دلوقتي اللي الريت بتاعه 8 او اعلى على موقع IMDb. اما بقى من ناحيه الماني والفلوس والكاش والكلام بتاع البيزنس بقى كله، الفيلم واخد مركز رقم 20 على مستوى السنه في الايرادات اللي حققها في اول اسبوع بس. الفيلم في اول اسبوع جاب 85 مليون، مع ان ميزانيه الانتاج كلها على بعضها اساسا كانت 165 مليون، ومتوقع يفضل متصدر البوكس اوفيس لاخر السنه، بالرغم من ان في افلام تانية كتير ناويه تصدر وافلام مهمه جدا زي Assassin's Creed, Fantastic Beasts and Where to Find Them. اما بالنسبه لاماكن التصوير كانت بتتراوح ما بين النيبال والصين وامريكا، كان مشهد كده في اليوكي. مش عايزين نطول عليكم بعد الغياب الطويل ده كله، اسفين طبعا جدا على الفتره اللي ما كناش بننزل فيها اي حاجه، بس عموما ادخلوا الفيلم واستمتعوا بيه، وانتظرونا في حلقه جديده. سلام عليكم.